لها انعكاسات مهمة على الصعيد الدولي الاقتصادي الاجتماعي وفي كل المجالات. طبعا هذه الانعكاسات قاسوا المغرب لأن الاقتصاد المغربي كيف كتعرفوه متشبك بالاقتصادات الأجنبية. الوزارة اتخذت عدة تدابير في هذه المجالات وبشرت استراتيجيات ديال المغرب في القطاعات اللي كتكلف بهم الوزارة اللي احنا مكلفين بها. إلا سمحتوا لي نتذكروا في وقت الجائحة اش قامت به الوزارة. أولا التموين اللي كان عنصر مهم جدا. كنا متبعين 60,000 نقطة بيع يوميا، 60,000 نقطة بيع، و62 ديال المنتوج المغربي كالزيت والطين والسكر غيرهم باش ما يكونش فيهم مشاكل. الحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة بدون مشاكل. وكنا جميع يعني المعامل ديال المواد الغذائية يمكن لهم نشوف هذه الفترة اللي كانت صعبة. أيضا التدابير الصحية اللي خاط كانت مهمة جدا، وهو وضع مسطرة ديال المراقبة الصحية في المعامل، وكان تتبع من طرف اللجنة اللي مكونة من عدة وزارات على الصعيد الجهوي، فاشتغلنا مع جميع العناصر باش يكون هذا التتبع. أيضا كانت مراقبة ديال 7533 يعني نقطة بيع اللي كان يمكن يكون لها مشاكل، والحمد لله حد الآن تجاوزنا هذه المشاكل كلها. كان منتوجات مغربية في هذه الفترة اللي هما مهمين جدا. إلى عقدتوا كان معمل ديال الإيثانول اللي كان طرق واحد الفترة وجيزة في أسبوع عاد تشغل، ورجع كينتج 240 هكتوليتر بالإيثانول يوميا، وهذاك الإيثانول درنا لو جي هيدروليك اللي هو مهم جدا. ايضا ركبنا المعامل ديال النسيج باش يمكن لهم يغيروا المنتوج ديالهم وينتجوا الكمامات. كانوا 60 ديال المعامل اللي اشتغلوا في هذا القطاع. هاد 60 ديال المعامل وصلوا الان ل 16 مليون ديال الكمامات يوميا، 16 مليون ديال الكمامات. ومن شهر مارس المغرب انتج 340 مليون ديال الكمامات. فهذا يعني عناصر مهمه. ايضا كانت لا سيرتيفيكاسيون ديال هذه الكمامات اللي كان التشريع ديالها، وكيف قال كان تصنيع وتصميم قبل التصنيع ديال الجهاز التنفسي الاصطناعي اللي هو وصل الحمد لله لمستوى مهم جدا. الان هو في وزاره الصحه كيتبع التدابير يعني كيتبع المراحل اللي خصهم يجوا منهم هاد الاليات باش يمكن لهم يكون في السوق. حد الان تصنعوا 500 منهم. يمكن هذه الشركه تصنع اكثر من 1000 في كل اسبوع. تصنعوا ايضا لي لا ريانيماسيون السير اللي تيستعملوا في لا ريانيماسيون حتى هما صنع مغربي من جوده عاليه. انا كنفخروا انه اولا الشاب المغربي عطى نتائج ايجابيه في هذه الفتره، يعني وكان محمس باش يعطي هذه النتائج. وايضا ارباب اعمال شركات كبرى اللي اشتغلوا مع هاد الشباب باش يمكن لهم يوجدوا هذه المسائل اللي هي مهمه جدا في هذه جائحه كورونا. فيما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطه درنا عده برامج في هذه المرحله خاصه بالكوفيد 19. ف 69 مشروع اللي شرعوا فيه يعني الشباب هذا الايام، وصول 507 مليون ديال الدرهم ديال الاستثمار وانشاء 4115 منصب شغل. ايضا فيما يخص رقمنه يعني الاداره اللي تدار في هذه الفتره هذه، وهو داك البيغ دوردر ديجيتال. ايضا داك الشباك الكيشي الكترونيك ديال الكويي، حتى البافور الرقمي، تيلي اكوي، هذيك الابليكاسيون وقايتنا اللي طوبات مع وزاره الداخليه. مع الاسف ما استعملناش بزاف، كنتمنوا انها تستعمل اكثر من ماده. وايضا مجلس الحكومه يمكن الان انتم شفتوا من بدايه الجائحه كيشتغل بالفيديو كونفرنس سيكوريزي. هادشي دارتو الوزاره مع الوكالات اللي تابعها. فحد الان التعميه ديال الادارات الان كتستعمل هذاك البغو دوردر ديجيتال، يعني دزنا من 30 اللي كانوا كيستعملوا قبل الجائحه للتعميه الان. كنظن انه هذه نتيجه ايجابيه. فيما يخص حمايه المستهلك، كان يعني تبع فقير ديال الاثمنه في السوق في هذه الفتره ديال الجائحه.
كان بعض الناس في السوق كيحاولوا يعني يكون طفاح ديال الاثمنه، فكان تتبع دقيق من طرف الوزاره. وصلنا اكثر من 2000 ديال الشكايات اللي درسناها وعطاهم يعني الجواب على كل هاد الشكايات اللي وقعوا في هذه الفتره هذه. ايضا 5000 نقطه بيع اللي كان تبعنا الكونترول ديالها في هذه الفتره، البعض منهم كان عندهم غرامات يخلصوا لان ما احترموش هاد الاثمنه اللي هما معروف. ايضا قلص الوقت اللي كيدوزوا البائع في الديوان ملي كيكونوا وقت الاستيراد والتصدير ب 50% في هذه الفتره، فهذا مهم جدا. ايضا 42 شباك ديال المستهلكين اللي من لهم يشكيو به كان وجدناهم في هذه الفتره هذه فتره وجيزه. ايضا فيما يخص التجاره عاود النظر في استراتيجيه ديال التجاره، لان هذه الانعكاسات ديال الجائحه كانت مهمه جدا. كان اقتراحي تذكرتوا كان عندنا اجتماعات على صعيد الجهوي مع التجار وعلى الصعيد الوطني، فكانوا عندهم يعني طلبات مهمه جدا. اولا هي ديك المساهمه المهنيه تكون موحده لو سي بي يو، وهذا تقدم الان في قانون الماليه، وايضا التغطيه الصحيه وصاحب جلاله الله يذكره عطى الانطلاق ديالها باش يمكن جميع الفئات يعني يستافدوا منها. شغلنا ايضا على لي تريكتور شفت المشاكل اللي كيعانوا في هذه الفتره دي. فيما يخص التصدير وكبنا في هذه الفتره 200 شركه باش نبدا تصدر اكثر في هذه الفتره. الا جينا نشوفوا التدابير والانعكاسات ديالها في هذه الفتره، نشوفوا انه في التصدير ما بين افريل وماي 2020 يعني خافض بواحد النسبه مهمه جدا، لكن اللي كتبين وهو في هذه الايام الشهور الاخيره غنشوفوا شنو هما الارقام اللي كيكون في التصدير وفي التشغيل. الا سمحتوا نبداو بالتشغيل. التشغيل في شهر جويي عاود استرعنا 93% ديال التشغيل في قطاع الصناعه، كان عاود 93% قطاع الصناعه ديال التشغيل. الا نشوفوا في القطاع ديال الفارماسي في جويي استرجعوا 100%، قطاع السيارات 97% اللي تفرعت، قطاع النسيج والجلد 92%. سمحتوا واحد النقطه هنا، هذا القطاع كيعرف واحد المشكل جديد في هذا دوزيام فاغ اللي جات في اوروبا، بدا كيشد بعض منهم. لوشورينغ 96%، الكتريك والالكترونيك 95%، كيميائي وباغاشي 94%. ما ياخذ التصدير في سبتمبر جاوزنا 18% ارقام ديال سبتمبر 2019. نشوفوا قطاع السيارات سبتمبر قارنا مع سبتمبر ديال 2019 زاد 34%. هاد الاستراتيجيات الوطنيه عطاو الثمار ديالها. شوفوا التداعي الصناعي وصلنا ل 54 منظومه 14 ديال القطاعات. اذا تذكرتوا كان عندنا 500,000 نصيب شغل خاصها تنشأ قبل او في اخر 2020. الارقام ديال 2019 تجاوزنا 505,000 منصب شغل. اذا الهدف ديال 2020 وصلنا له في 2019. فيما يخص التصدير كنا في 2014 193 مليار ديال درهم، 2019 241 مليار ديال درهم. شكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. نمر الان للمناقشه. فليتفضل احد السيدات والساده المتدخلين عن فريق العداله والتنميه. تفضل السيد النائب المحترم.